1 2 3 4 5 6. بصراحة أنا مش عارف دول 6 مصممين مختلفين والّا هو مصمم واحد عامل 6 أكونتات. الحقيقة المرعبة إن ده بقى حال السوق دلوقتي، الشغل كله copy paste، نفس الperspective الhigh angle، نفس ال3D wave اللي موجودة حوالين الشخص، نفس الcomposition تقريبًا. والمشكلة مش كونك كسول، المشكلة لو أنت لسه بتضيّع وقت عشان تدخل على Pinterest عشان تجيب صورة تقلدها، فالAI هيعمل ده أسرع منك وأرخص منك بكتير. وخلّيني أقول لك في زحمة الAI وملايين المصممين اللي موجودين، اللي هيميزك هو عقلك مش إتقانك للبرامج. فأنا في فيديو النهارده هاكلمك عن الcreative thinking أو التفكير الإبداعي، وإزاي تبطل تكون نسخ متكررة، وإزاي أنت اللي تصنع الترند مش اللي تمشي وراه. أول حاجة خلّيني أقول لك إن الAI بيعتمد على الماضي، الذكاء الاصطناعي بيعمل إعادة تدوير للبيانات وللصور الموجودة، بدليل إنك عشان توصل للحاجة اللي أنت عايزها بالضبط فأنت بتدّي له reference. إنما العقل البشري، التفكير الإبداعي دايمًا هو اللي بيخلق الرؤية والvision. الAI عمره ما هيفهم مشاعر العميل، عمره ما هيعرف ثقافة السوق المحلي، عمره ما هيقدر يطلّع insight، عمره ما هيقدر يعرف إيه الترند أو إيه الحاجة الإفيه اللي هتاكل مع الناس وممكن تضرب البراند. الAI عمره ما هيفهم مشاعر العميل، عمره ما هيعرف ثقافة البلد، عمره ما هيعرف يطلّع insight، عمره ما يعرف ترند أو حاجة طالعة تخلّي الفكرة تضرب مع الناس. كلنا دايمًا بنسمع تبقى قاعد في أمان الله، تلاقي جات فكرة كده قامت منوّرة في دماغك تقول بس لقيتها. دايمًا بتبقى أنت في اللحظة دي يا إما في الحمام، يا إما قبل النوم، يا إما قاعد بتشرب قهوة. اللحظة دي حقيقية وبتحصل لما العقل الواعي بيرتاح، فالعقل اللاواعي يبدأ ان هو يربط خيوط ببعض لحد ما يطلع لك الفكرة العبقرية. بس هو السؤال هنا، العقل اللاواعي هيجيب المعلومات ازاي اللي هيربط بها الخيوط؟ هنا بيجي دور التغذية البصرية. العقل عمره ما يقدر ان هو يربط افكار فجأة لو هو فاضي. حرفيا انت كل تصميم شفته، كل كتاب قريته، كل لوحة بتشوفها، كل الحاجات دي بتتخزن كماتيريال في عقلك الباطن. فاللي انا عايز اقوله لك ان الابداع عامل زي العضلات، كل ما مرنتها كل ما قدرتها على حل المشكله بقت اسرع واقوى. في مقوله شهيره قوي للرسام اسمه تشاك كلوز بيقول لك الالهام للهواه، اما نحن المحترفون فنستيقظ ونذهب الى العمل فقط. تحليل المقوله دي بيقول لك ان الهواه دايما عايشين في وهم ان الفنان او الراجل المبدع لازم يقعد مستني موزه الالهام تنزل عليه، وان الحاله المزاجيه والمود لازم يبقى 10 على 10. المطر شغال، بشرب القهوه، فيروز شغاله عشان ابدا اشتغل. في حين ان المحترف بيتعامل مع الابداع زي الشغل، زي الراجل الدكتور او المهندس، هو بيصحى الصبح مزاجه حلو او وحش انا هنزل الشغل. وان الالهام بيجي وانت بتشتغل مش وانت قاعد بتستناه. لو فتحت الجهاز وبدات تشتغل اول ربع ساعه وتفضي دماغك في ورقه، هيبدا عقلك يدخل في حاله اسمها الفلو ستيت، حاله التدفق، تبدا بقى الافكار تنزل عليك زي المطر. طب هو مين اصلا مسؤول عن الفكره؟ في شركات الاعلانات الكبيره الموضوع مش بيمشي بالبركه ولا في حد بينزل عليه الوحي ويطلع بالفكره. الفكره بتبقى شغلانه اتنين اساسيين قاعدين مع بعض في اوضه واحده. الكوبي رايتر، الناس فاكره ان الراجل ده بيعدل الكلام او بيكتب الكلام اللي موجود على الديزاين، بس الراجل ده اول واحد بقى مسؤول عن الفكره واول واحد بيجري اول ما البريف يدخل. والار دايركتور مهمته ان هو ياخد الفكره اللي قالها الكوبي رايتر ويحولها لشكل بوستر. بيبقى مصمم قديم بس خلاص ما عادش بيفتح الادوات كتير، بس لازم يبقى فاهم في كل الحاجات اللي تخص الديزاين والبيزنس والماركتنج. يقعدوا الاتنين دول مع بعض لحد ما يطلعوا بحاجه اسمها البيج ايديا، وبعدين يجيبوا الفكره يدوها للتيم عشان يبدا ينفذ. طب انا بقى كمصمم فيلم من الحفله دي كلها، لو انت شغال في شركه اعلانات محترمه فالفكره بتجيلك على الجهاز من الار دايركتور زي ما احنا لسه قايلين، وانت مهمتك الابداع في التنفيذ. حته بقى ان انت تطلعها بشكل كويس قوي دي المهمه بتاعتك. تظبط بقى الاضاءه، الكومبوزيشن، الدمج، السكيلز بتاعتك الاي اي. المهم ان انت تطلع حاجه بيرفكت وما تكونش متقلده. طب انا بقى لو شغال في شركه على قدها او انا راجل فريلانس، انت هنا يا باشا بقى بتلبس الطواقي كلها. انت بقى بتبقى مسؤول الارت دايركتور والكوبي رايتر والمسؤول عن الفكره وهيبقى شكلها عامل ازاي والتنفيذ والبرزنتيشن وكل حاجه. وانا دايما بشوف ان انت حتى لو شغال في شركه اعلانات محترمه ما تكتفيش ان انت تبقى حد بينفذ، اتناقش مع الارت دايركتور، قول له والله احنا ممكن لو عملنا كذا يطلع كذا بشكل احسن. التفكير الابداعي دايما مش فرض على حد. اللي انت بتعمله ده وان انت تشارك هو ده اللي هيخليك ارت دايركتور في يوم من الايام. وعشان نبقى متفقين قبل ما ندخل بقى في الكلام الجد، مفيش حاجه اسمها شخص بيخلق الفكره من العدم. كل الافكار موجوده، كل الافكار الجديده ما هي الا تطوير على افكار كانت موجوده قبل كده. الفكره ان انت بتخلط ما بين حاجتين موجودين، بس هتخلط بينهم ازاي بقى؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. اول حاجه عندي ان الانسايت دايما كسبان. لو ما تعرفش يعني ايه انسايت، فالانسايت ده هي حقيقه موجوده وسط البشر محدش بيتكلم عنها، حاجه بتتكرر، حاجه مؤلمه الناس بتحس بيها بس مش بتقولها. اغلب الناس بتحب ان هي تشرب القهوه على الصبح لان بيبقى عندهم اعتقاد ان القهوه دي هي بدايه اليوم وهي اللي هتخليهم يتعاملوا مع
البشر، سواء القهوة دي كانت حلوة أو وحشة، هي دي المشاعر اللي بتجيلك. ده اللي أنا قُلته لك ده اسمه insight. تيجي بعد كده أطلّع حاجة اسمها الbig idea، فأقول لك إن القهوة هي الpower بتاع اليوم. الbig idea دي بتبقى جملة مختصرة أو فكرة معيّنة، فأنا هنا قُلت لك إن القهوة هي الpower بتاعك الصبح مثلًا، أو your coffee is your power. بعد كده أبدأ أختار الart direction المناسب، وبعد كده أبدأ في الexecution أو مرحلة التنفيذ. زي مثلًا الصورة اللي موجودة قدّامك على الشاشة، الصور دي كلّها قايمة على الinsight اللي أنا قُلته لك. الbig idea بتاعتهم واحدة، إن هي الpower بتاعك أو your power your energy. الart direction بتاعهم كلّهم واحد، حاجة اسمها الminimalist اللي هي الbackground السادة والproduct عندي. طب إيه اللي مختلف؟ المختلف الexecution، طريقة التنفيذ. هنا أنا عملت الإيد بتاعة الفنجان على شكل زرار الباور، هنا عملت نفس الفكرة بس حطيت علامة الباور. هنا أنا موصّل لك مثلًا illustration الباور بالقهوة، وباقول لك إن الموبايل مثلًا بيتشحن من القهوة. هنا أنا باقول لك زي بتاعة الأيفون اللي هو slide عشان تفوق أو تستيقظ، وحاطط لك هنا فنجان قهوة. فكل الحاجات دي بتعبّر عن فكرة الinsight. لو جينا نشوف الإعلان اللي موجود معانا ده، الإعلان ده أنا مش عايز أشغّله عشان الcopyrights، بس هو فكرة الإعلان هنا إن هو جايب لك سعوديين، فبيقول لك عندنا بير نفط، إن إحنا بنشتغل أو بنداوم على الجمال، ما فيش حوالينا إلا صحرا وبئر. فهو هنا بالضبط نفس إعلان بلبن بتاع أكرم حسني، اعتمد على حاجة في الmarketing اسمها flipping the narrative technique، وده إن هم بيشوفوا إيه الحاجات اللي قد تبدو سلبية أو حاجات الناس بتتكلم عنها، ويبدأوا يستخدموها لصالحهم بطريقة funny. فدايمًا الinsight ناجح ليه؟ لأن الinsight بقى بيعبّر عن مشكلة، عن حاجة حقيقية، حاجة الناس بتقولها، فدي أول حاجة بتلمس مشاعر الناس. للأسف في اعتقاد كبير من الناس معتقدين إن الinsight لازم يبقى في الفيديوهات الإعلانات عشان أقدر أدّي لك story أوضّح لك أنا أقصد إيه، مع إن هو ممكن يتوضّح بcampaigns كتير أوي زي الcampaign اللي موجود دي بتاعة IKEA. IKEA هنا جيت عملت حركة بسيطة أوي، قارنوا ما بين الكرسي بتاع IKEA، الinsight بتاعهم قال لك إن الكرسي اللي موجود في أوضة النوم دايمًا بيتقلب إن هو يبقى حاجة تعلّق عليها الهدوم، دايمًا بترمي الهدوم عليه. فعملوا مقارنة بسيطة ما بين الكرسي بتاعهم وكرسي براندات تانية، فقال لك إن ليه تشتري الكرسي بتاعنا وهو ب69، ليه قصدي تشتري كرسي براند تاني ب385 لمّا ممكن تشتري الكرسي بتاعنا ب69. وعملوا لك أكتر من ستايل كرسي بناءً على إنسايتات حقيقية. يبقى هو الinsight هنا إيه؟ إن أي كرسي في أوضة النوم بيتحول لعلاقة هدوم. هاينز برضه بتاعة الكاتشب هنا لمّا جات تستخدم الinsight، معروف إن دايمًا وإحنا بناكل لازم الكاتشب يُقع، فهو استخدموا الinsight ده وجابوا إن الكاتشب وقع على هدوم حد، بُقع مرّة على دركسيون عربية، بُقع مرّة على على راس طفل أمه شايلاه. فبدأ إن هم استخدموا insight إيه، إن الناس دايمًا بتلحس الكاتشب ببُقّها، فقال لك إن it has to be Heinz، ده أكيد الكاتشب ده Heinz اللي وقع وأنت مش قادر تسيبه يُقع وبتلحسه بلسانك، فده أكيد Heinz. الcampaign اللي معانا دي برضه بتتكلم عن تأثير السوشيال ميديا، وبيقول لك مستخدمين slogan the more you connect the less you connect، يعني كل ما عملت connect مع السوشيال ميديا كل ما الconnect قل ما بين أفراد العيلة. فجايب أم بتتفرج وبنتها قاعدة، واحد وزوجته، أب وابنه. فده برضه مبني على insight حقيقي، إن كلنا دلوقتي مقضيين أغلب وقتنا على السوشيال ميديا، ما بنتكلمش مع الناس في العيلة. هنا برضه معجون كولجيت، معجون أسنان كولجيت، عمل فكرة بسيطة أوي، قال لك إن الناس وهي بتغسل أسنانها، وده برضه insight حقيقي، بيسيبوا الحنفية مفتوحة. أراهن إن 90% من الناس كده، وأنا واحد برضه ما بينهم بيعمل كده. فقال لك جابوا ناس إن شايلين جراكن مَيّة باين عليهم علامات الفقر، وكتب لك سلوجان بسيط أوي، قال لك اللي أنت بتضيّعه في دقيقتين ممكن يعيشهم يومين، وحط لك معجون الأسنان وعامل لك الأجواء مهيئة لغسيل الأسنان. فهو هنا برضه استخدم insight حقيقي. فأول حاجة دايمًا تفكّر فيها الinsight. فتعالَ كده فكّر معايا، أنا لو عندي rich bag تمام، اللي هو التوست، وباقول لك إحنا عايزين نعمل campaign عن الصيف، إزاي بيبقى مدخل الفكرة إن أنا أجيب insight؟ والله أنت بتقعد مع نفسك، وخلّي بالك الinsight ده عمر الAI ما هيساعدك فيه، لإن الAI ما يعرفش إن الناس أصلًا بتفتح الحنفية وهي بتغسل سنانها، ما يعرفش مثلًا إن بيطلع لك حباية في وشك قبل أي مناسبة مهمة. الحاجات دي كلّها هو مش عارفها. الinsight برضه عشان تبقى عارف بيبقى في منّه حاجات عالمية موجودة في ثقافات دول كتير، زي مثلًا بتاعة القهوة، زي بتاعة إن الحباية بتطلع لك أي مناسبة مهمة، وفي حاجات بتخُص ثقافة معيّنة أو بلد معيّنة.
ودي بقى انت لازم تبقى مركز قوي وانت بتطلعه، ولازم تبقى دارس قوي الجمهور بتاع البلد دي. يعني فيها حاجات خاصة بمصر بس، ممكن تلاقي ترند مثلا في مصر مش موجود في بلد تانية، وممكن تلاقي ترند في السعودية مش موجود في بلد تانية. فانا مثلا لو جيت برضو في السمر دي حاجة شائعة، انا بقول لك عايزين نعمل كامبين عن الصيف، مدخل تفكيرك هيبقى عامل ازاي؟ هتقعد مع نفسك هتقول هي ايه اكتر حاجة الناس بتخاف منها وهي بتصيف، هتقعد تفكر كتير كده، هتلاقي ان هينور في دماغك كده فكرة ايه، ان الناس بتسمر، ودايما البنات بتخاف قوي على بشرتها وهي رايحة تصيف، ودايما بياخدوا صن بلوك وحاجات للشمس ومش عارف ايه. طيب ايه رأيك في الفيجوال ده؟ فيجوال للتوست جمع ما بين ان الانسايت الحقيقي، جمع ما بين التوست بتاع الريتش باك، في منه توست ابيض وفي منه توست اسمر، فتقدر ان انت تربطها في الكوبي بفكره رهيبه جدا. ربط السمر بالبرودكت نفسه بشكل قوي، تقدر بقى تعمل منها اكتر من فيرجن، عن طريق بقى انا مثلا هنا ظاهر الكتف، مره انت ممكن تظهر الايد، مره ممكن تظهر الرجلين بطريقه معينه، وتكتب بقى سلوجان بسيط مثلا زي مش انت بس اللي بتسمر، ده التوست كمان في منه توست اسمر، حاجه بقى زي كده. فدي حاجة هتعمل بوم. طيب ما تخافش دايما ان انت تكسر القاعدة. يعني ايه الكلام ده؟ في براند اسمه ليتل ميس ماتشد، البراند ده بتاع شرابات، فدرس قاعد يدرس كده في الانسايت، قالك ان 90% من الناس بيضيع منهم فردة شراب، فالفردة التانية ما بنستخدمهاش، فجاء عمل حاجة بسيطة قوي، الكلام ده تقريبا في 2011، وعمل بوم في الميديا والقنوات كلها والتلفزيون بدأ يتكلم عنه، وفي ناس حبت ان هي تستثمر في البراند. قال لك انا هعمل فكره ان انا هخلي مش البيرز اوف سوكس، يعني مش هعمل الشراب قطعتين بس، انا هعمل الشراب 3 قطع، تمام، هزود واحده كمان، ومش هخلي الشرابات مرتبطه ببعض، انا هخلي ان لو اي فرده منهم ضاعت تقدر التانية تستخدمها. فشايف الراجل فكر ازاي في حل المشكله؟ ساعتها الموضوع ده قلب الدنيا. فحاول دايما اول حاجه تيجي في دماغك ان انت تدور على الانسايت. طيب ايه تاني غير الانسايت؟ عندي حاجه اسمها الميتافور او الاستعاره او التشبيه البصري، فكرته ان انت بتشبه المنتج او الصفه اللي عندك بحاجه تانية مشهوره بنفس الصفه، وتبدا ان انت تدمجهم مع بعض. فمثلا لو انت بتعمل اعلان عن ازازه كاتشب حر جدا، التفكير التقليدي ان انت هتجيب ازازه الكاتشب تحطها على باك جراوند، تحط جنبها فلفل حار وكذا. طب التفكير بقى في الميتافور يقول لك شيل ازازه الكاتشب وحط مكانها طفايه حريق، يبقى انا هنا شبهت الحراره بتاعه الكاتشب بطفايه الحريق بس من غير ما اتكلم. بعمل مثلا اعلان عن براند سماعات عازله للصوت فيها نويز كانسليشن، انا ممكن اشيل السماعه واحط مكانها حوائط عازله للصوت، تمام، واحط مثلا الودن قدامها او كذا، فانا هنا برضو شبهت الصفه بان هي الحاجه العازله للصوت دي بان هي حوائط عازله للصوت. المميز في الميتافور او التشبيه ده ان بيخلي دايما الاعلان بتاعك يثبت في ذاكره الناس. عشان تقدر تعمل الاستعاره او التشبيه البصري، اول حاجه انت لازم تحدد الرساله الاساسيه بتاعتك. يعني انا مثلا عندي تكييف بيبرد، طيب تجيب فكره التبريد، تاني خطوة تعمل عصف ذهني لكل حاجة تتعلق في التبريد، فهيجي مثلا فكرة الدب القطبي الشمالي، تبدأ بقى ان انت تخلطهم مع بعض، فتقول انا هجيب دب قطبي شمالي مثلا قاعد في أوضة وقاعد مستقنيص كده ومستريح والتكييف فوق شغال. واما تخلص بقى اسأل ناس مش في المجال، اسأله قول له انت فهمت ايه من الاعلان ده، عشان تتأكد ان الفكرة بتاعتك سهلة ومفهوم. لو جينا نشوف امثلة على الموضوع ده، هنلاقي اول مثال مثلا لنيفيا، عملوا كريم، فهو هنا شبه الدقن بتاعت الراجل بالصبار، وقال لك ان نيفيا مناسب للنوع ده، فهو هنا شبه ان الحاجه الناشفه والحاجه الشارب والحاجه الصعبه صبار، فهو هنا استخدم الميتافور. زي برضو هنا منظمه حمايه البيئه اللي هي ال WWF، لما حبوا يعبروا عن فكره ان اختفاء حيوان واحد ممكن يأثر على التوازن البيئي ويموت باقي الكائنات، شبهوا الموضوع او استخدموا الاستعاره في ان هم شبهوه بلعبه الجينجا اللي كنا بنلعبها زمان، وجايبين ايد بتشد جزء حيوان من قارد، فبيبدا البرج يبدا يميل، فهنا بيحصل اختلال للتوازن البيئي عن طريق ان في حاجه انقرضت. ماكدونالدز برضو هنا لما حبوا يقولوا ان فروعهم مفتوحه 24 ساعه، ما جابوش مثلا صوره ساندوتش محطوطه بشكل تقليدي، بداوا يجيبوا هنا حيوانات ليليه زي البومه والكلب ومش عارف ايه، وبداوا يبصوا في عين الحيوانات دي، فالعين بتاعتهم
شكلت او كونت حرف الام اللي هو اللوجو بتاع ماكدونالدز. هنا التشبيه البصري ما بين الحيوانات اللي ما بتنامش طول الليل واللوجو بتاع البراند. طب نيجي بعد كده لحاجه اسمها الفيجوال اكزاجيريشن او المبالغه البصريه، وده معناها ان انت بتضخم في ميزه موجوده جوه المنتج او الخدمه بتاعتك بشكل مبالغ فيه. المبالغه هنا مش كلمه عاميه وخلاص بنقولها، في 3 مدارس من المبالغه. اول حاجه المبالغه في قدره المنتج او الخدمه، زي الكامبين اللي موجوده لدي اتش ال. دي اتش ال بتبالغ هنا في قدرتهم على شحن الحاجات الكبيره قوي، فكل اللي هم عملوه ان هم جابوا لك حاجات ضخمه جدا زي تمثال، زي فيل، زي جناح طياره، وبدأ يحطوا لك عليه التيكت بتاعتهم بشكل صغير عشان يعبر لك برضه ان الحاجات التانية دي كبيره، وقال لك نو سايز ليميت، يعني احنا ما عندناش حدود للسايز اللي احنا محتاجين نشحنه. تاني حاجه المبالغه في النتيجه البصريه، هنا انت بتوريهم الاثر الايجابي المرعب اللي بيحصل بعد ما بتستخدم المنتج او الخدمه اللي موجوده. يعني لما اظهر لك الاعلان ده فكرته ان ده منظف زجاج، فبعد ما الست استخدمت المنظف بتاع الزجاج جات الطيور خبطت في الازاز من غير ما تشوفه من كتر ما هو نظيف. فهو هنا بالغ لك في الاثر اللي هيحصل بعد ما تستخدم المنتج ده، وجايب لك العصافير وهي ايه متجبسه ومربوطه. زي برضو الاعلان ده بيتكلم عن صيانه وغسيل وتنظيف الازاز بتاع العربيات، فهو بيقول لك ان انت لما تروح البراند ده اللي هو اوتو جلاس هتحس ان انت كتر ما المبالغه موجوده اكن مفيش ازاز اصلا، تحس ان الناس ايه طايره من شده الهواء اللي هم حاسين بيه وهم ماشيين بالعربيه. تالت نوع من المبالغه حاجه اسمها المبالغه في المنافع غير الملموسه، الهايبر بول، ومعناها المبالغه المجازيه الخارقه، وده مصطلح جاي من علم البلاغه والادب، وبدا ان هو يتجه للماركتينج والاعلانات. معناه ان انت بتخلق سيناريو في دماغك مستحيل يحصل خالص في ارض الواقع، وهدفه هنا مش الكذب، هدفه هنا التعبير المجازي. زي الصوره اللي موجوده قدامك، الصوره اللي موجوده دي اعلان لورنيش احذيه، فهو هنا بيقول لك ان الضابط في حرامي موجود هنا، وان الضابط هنا مبتسم ان هو شايف الحرامي في الجزمه من كتر ما الجزمه بتلمع من الورنيش اللي هو مستخدمه. فده سيناريو تماما مستحيل يحصل، مستحيل ان الحرامي يبقى واقف هنا وشايف الجزمه، كل ده حاجه مستحيل يحصل. فهي دي الهايبر بول. طب انا ممكن اميكس ما بين حاجتين او فكرتين زي الاعلان اللي موجود ده. الاعلان ده معتمد على الاستعاره البصريه ومعتمد على المبالغه. معتمد على الاستعاره البصريه ان هو شبه لمعان الجزمه بمرايه العربيه، يبقى هنا استعاره. ومبالغه في ايه؟ مبالغه في ان دايما المبالغه هتلاقيك بتقول من كتر ما الحاجه كذا ظاهره كذا، فهو هنا المبالغه من كتر ما الجزمه بتلمع هي شبه مرايه العربيه. فهو عادي تقدر تميكس، وهنشوف برضو امثله ثانيه ان انت عادي تميكس ما بين حاجتين مع بعض. نيجي بعد كده للنوع الثالث وهو الريبليسمنت او الاستبدال الذكي، وفكرته التسويقيه والاعلانيه قايم على تكنيك سيكيولوجي صايع اسمه كسر التوقع البصري. يعني انا هكسر توقعاتك، هديك حاجه انت مش متعود ان انت تشوفها. المصمم هنا بياخد حاجه مألوفه جدا للعين والناس، وبدل ما يعرضها زي ما هي بيشيل جزء ويحط جزء تاني. وعشان الموضوع ده يحصل بشكل مظبوط فعلا فلازم يبقى عندي تماثل بصري. العنصر اللي هيتحط الجديد ده لازم يكون شبه العنصر القديم، الاوتلاين بتاعه، الهيكل بتاعه، الحجم بتاعه، خطوطه الانسيابيه لازم يبقوا شبه بعض. الربط الفكري ان هو ما تبقاش اي حاجه عشوائيه، لازم حاجه تنهانس الفكره، حاجه تقوي الفكره. زي مثلا هنا التوست، شكل التوست بشكل عام بنسبه 90% قريب من شكل الميزان، فهو هنا شال شكل الميزان وحط لك شكل التوست، وقام قايل لك ايه ان الدرجه هنا 0، فبيعبر مثلا ان التوست ده دايت او توست مثالي للدايت. هنا برضو الفلفل وطفايه الحريق الى حد ما قريبين من الشكل، الخطوط الانسيابيه، فاقدر ان انا اشيل طفايه الحريق واحط مكانها فلفل احمر، عبر برضو عن الحراره، نفس فكره الكاتشب اللي كنت بقولها. هنا برضو دي كامبين بتدعو للسلام، فبيقول لك ان الكلام بيقتل الحرب، فهو هنا شال جزء من الصاروخ وحط مايك، المايك بيعبر عن الكلام. شال جزء من المسدس وحط ميكروفون، الميكروفون بيعبر عن الكلام. شال جزء من القنبلة وحط نص وش انسان بيعبر عن الكلام، برضو نفس الخيوط الانسيابية، شايف تحس ان هي لو عملت لها ميرور سيمتري منها. شال الرصاصة او الطلقة وحط السن بتاع القلم، كلها حاجات بتزود الفكرة، كلها حاجات بتأكد فكرة الكلام. يعني انت اللي عمل ده جاب ورقة وقلم وطلع كده كيوردز تعبر عن الكلام، فقال لك انا عندي الميكروفون، عندي المايك، عندي الميجافون، عندي اصلا شخص بيتكلم، عندي سن القلم، وبدأ ان هو
يجيب كلمات تانية تعبر عن الحرب، فبقى عنده صفحتين من الكي ووردز، يبدأ بقى يجمع يركب على ده بحيث يطلع لي شكل فيه تماثل بصري. نيجي بعد كده لحاجة اسمها البارادوكس. البارادوكس دي معناها المفارقة او التناقض البصري. الفكرة هنا ان انت بتجمع حاجتين منطقيا مستحيل ان هم يجتمعوا مع بعض. التناقض ده هو اللي بيلفت الانتباه وهو اللي هيخليك تقف قدام الاعلان وتفكر فيه. زي مثلا الاعلانات دي، تعالى كده نحلل اللي موجود على الشمال. معروف ان الحصالة دايما الخرم بتاعها من فوق مش الفتحة بتاعتها من تحت. طب ليه الفتحة بتاعتها من تحت والدكتور كده؟ لان بيقول لك ان يور هيلب ده بيتكلم عن التبرعات لعلاج الكانسر، فهو بيقول لك ان تبرعك ده او الفلوس اللي انت هتحطها هتقلب حال المريض زي ما هي هتقلب علبة الكان تخليها معدولة. انت متخيل الناس بتفكر ازاي؟ زي برضو اللي في النص، هل احنا عمرنا شفنا حمار وحش بيجري ورا اسد؟ ولا دايما بيحصل العكس، دايما الاسد محدش قادر عليه؟ فهو هنا سنيكرز بتقولك انت مش انت وانت جعان، ان لو الحمار الوحش كل الشوكليت بتاعت سنيكرز حاجة مستحيل تحصل، حاجة فيها تناقض، فيها مفارقة بصرية. هو ده بالظبط البارادوكس. زي برضو الصورة اللي على اليمين، الصورة اللي على اليمين دي دايما البسكوتة بتبقى تحت والايس كريم بيبقى فوق، فهو هنا ايه؟ عكسهم، وشكلها اصلا ويرد وملفت، انت لو شفتها هتقف قدامها. هنا بيتكلموا عن القطع الغيار بتاعتهم الأصلية، فبيقول لك the right part doesn't work in the wrong place. بيتكلم عن خدمة الصيانة، فهو بيقول لك إن الحاجة الصح ما ينفعش تتحط في مكانها الغلط. فالفيجوال ده مستحيل ان تلاقي البسكوتة فوق كده. زي برضو الصورة دي، عمرك انت شفت ميزان بالسالب؟ الا لو هو ميزان بايظ، فده برضو حاجة مش هينفع تحصل. فهو برجر كينج بيقول لك تشيك اور نيو تشيكن سالاد، بيتكلموا عن حاجه على الدايت. فهو برضو هنا فيها ايه؟ هنا فيها مبالغه، ان من كتر ما الحاجه هي دايت انت هتحس ان وزنك بالسالب. نيجي بعد كده لحاجه اسمها الكومبيرسون. الكومبيرسون هنا معناها المقارنه البصريه الذكيه. فكرته ان انت بتقارن ما بين حاجتين، صورتين او رسالتين، عشان يسهلك ان انت او يساعدك ان انت توصل الرساله. عندك اول حاجه مقارنه البراندات مع بعض، زي مثلا الكامبين اللي عملها طيران الاتحاد. فبيقول لك هو هنا بيقارن ما بين طيران الاتحاد والبراندات التانية. هو هنا بيقول لك ان الركاب بتاكل وحاجه كده تعبان او حاجه دبلانه، وهنا بيقول لك ان اور جيست داين والطاقيه بتاعت الشيف ومظبوطه. هنا مثلا في الجزء التاني ده بيقول لك ان الباسنجر ارايف عامل شبه الزبيب او نفس العنبه الدبلانه دي، ان الناس بتوصل منهكه وتعبانه. وهنا بيقول لك ان اور جيست بيوصلوا ريفريش، فهو جايب لك هنا الحبايه فريش. برضو بيقول لك ان الباسنجر في الطيارات التانيين بيحطوا سدادات ودان، انما الاور جيست عندنا بيبقى فيه نانز وبنهتم بالاطفال بشكل كبير. فهو هنا قارن ما بين طيران الاتحاد وطيران تاني. طيب تعال نشوف الكامبين التاني او النوع التاني من المقارنه قبل وبعد. الحاجات الشائعه منها قوي اللي هي عيادات التخسيس، عيادات الاسنان، اللي هو بيجيب لك صوره لايف ستايل قبل وبعد. ولكن في ناس بتستخدم برضو التكنيك ده بشكل كرييتيف جدا. زي مثلا عيادة التخسيس دي، جاب لك الانترانس او المدخل، الباب عريض جدا، شخص تخين داخل، وقال لك الاكزيت وهو ان هيخرج، ورفع لك الباب جدا، فان هو الشخص هيدخل تخين هيطلع رفيع، وحط لك ما بينهم اسم العيادة بتاعتهم، ان هو كل ده هيحصل من خلال العيادة دي. زي برضو المكنسة دي، بيقول لك مور باور ذان ايفر، باور اكتر من انت تتوقع، لدرجة ان هو هيشيل الفرو بتاع الكلب. يبقى هو هنا قارن ما بين قبل وقارن ما بين بعد. وفي برضه في ده مبالغه مصريه، ان من كتر ما ما المكنسه قويه هتشيل الفرو بتاع الكلب. تالت حاجه المقارنه الزمنيه او النفسيه، ودي بقى انا بقارن ما بين مودين او ما بين حالتين. زي مثلا ده مركز للعلاج او الاهتمام، فهو هنا بيقول لك ان الكير بتاعتنا ممكن تسبب ريكفري اسرع. فهو هنا قارن ما بين الشخص المصاب والشخص وهو قادر مثلا ان هو بيلعب رياضة معينة. هنا على اليمين قارن ما بين البنت المصابة وهي ماسكة المحلول، وقارن ما بينها وهي بتلعب. هنا قارن ما بين الشخص اللي داخل يعمل أشعة وهو قاعد في السينما. فتحس ان الصورة واحدة، التكوين واحد، مجرد بس اختلاف للحالات. فاهم؟ يعني فكرة دمج كرسي السينما مع كرسي المريض، الست وهي واقفة ورا ماسكة هنا الكرسي، ماسكة هنا البتاع بتاعت السينما، البنت برضو طريقة وقفتها، تحس ان الصورة واحدة. فالمقارنة هنا
لازم تحسسك ان الصوره واحده، ما احسش ان عيني راحت لفيجوال تاني. اخر نوع الشادو ميتافور، المقارنه بالظل، وده عن طريق ان انت بتبين حالتين من خلال الظل. فدي حمله توعويه عن الزهايمر. فهو جاب الست واقفه عادي ورسم الظل بتاعها ان في ميموري معينه، وان هنا برضو قاعده بتعيط، وفي الشادو بتاعها في ميموري معينه. فممكن ان انت تقدر تعمل مقارنه ما بين الظل. مش دايما لازم تقول انك رقم واحد. محمد رمضان اهو مش نمبر 1 نمبر 2 عادي جدا. مين اللي عمل كده؟ اللي عمل كده شركة ايكيا. ايكيا جم قالوا، عملوا اعلان واستخدموا سلوجان بسيط خالص، قالك براودلي سكند بيست، احنا فخورين ان احنا جايين رقم 2. طب مين رقم واحد في الاعلان؟ بص كده فكرة الاعلان، جايب لك الاب وهو شايل ابنه وبياكله، مع ان المفروض الابن يبقى قاعد في المكان اللي هو بيبقى قاعد فيه ده. الام مطلعه بنتها تغسل اسنانها، في حين ان البنت المفروض تسند على الكرسي وتطلع. المفروض الابن او البيبي ينام في السرير بتاعه، في حين ان الام واخداه على صدرها ونايمه. وكاتب لك ايه؟ كاتب لك سعر الحاجات اللي ورا في الباك جراوند دي. فهو هنا المعنى ان هو بيقول لك احنا فخورين ان احنا جايين في المركز التاني. بس هو مين المركز الاول؟ المركز الاول هنا الاسره، الاب والام. فدي حمله برضو توعويه بمدى دور وتاثير الاب والام في حياتنا. فمتخيل برضو مدى قوه وتوصيل الرساله، في حين ان هي صوره متصوره عادي جدا. بس الفكره كلها جايه ايه؟ في التفكير وفي طريقه حل المشكله وفي طريقه عرض الفكره. التكنيك اللي بعد كده وهو ان انت بتوضح المشكله والحل في نفس الفيجوال، عن طريق ان انت بتظهر البروبلم. بعد كده حاجه اسمها الاجيتيت، اللي هو التاثير او الاثاره، ان انت بتثير فضوله. بعد كده تقدم له السولوشن. فاول حاجه لازم تبقى فاهمها ان العميل بطبعه كسول، مش هيشتري منتجك عشان سواد عيونك، هو هيشتريه لما يحس ان هو عنده مشكله او في معاناه، ومنتجك او خدمتك هم اللي هيحلوا ده. فالبراند الصايع هنا بيعمل ايه؟ البراند الصايع ده بيقوم جاي هنا رشش ملح على الجرح، هحسسك بالمعاناه جامد قوي، وحسسك بالاحراج والتعب، وهقوم هرميلك في جنب الفيجوال المنتج بتاعي، هقول لك هو ده الحل بس بطريقه مش مباشره. زي ايه؟ زي الاعلانات دي. بص كده معايا بقى على الليفل ده من الكرياتيفيتي. منتج بتاع قولون والتخلص من الغازات وان هو يريح بطنك والكلام ده. فالمشكله هنا ايه؟ سبب لك احراج، ان شايف الام على اساس ان هي مثلا مطلعه غازات، والغازات هي اللي طيرت البابلز بتاع الطفل او اللعبه اللي هو ماسكها في نفس الاتجاه، وجا حط لك المنتج هنا. وهنا برضو قال لك ان انت ممكن تبقى قاعد تحتفل مع مراتك في لحظه مثاليه، مش قادر ان انت تسيطر على قولونك في بطنك، فممكن يطلع غازات تطفي الشموع بتاعه التورت. وهنا برضو قال لك ان انت ممكن تبقى قاعد مع الكلب بتاعك في اللحظه سعيده جدا، وتطلع مش قادر تسيطر على بطنك، فتطلع غازات تطير الكلب. فهنا برضو في مبالغه بصريه شويه، ان هو الغازات مش هتطلع برضو قويه كده. فهو هنا برضو هنا ايه؟ افور في حجم الغازات، ولكن وضح لك ان في احراج، كل اللحظات دي لحظات احراج، وحط لك المنتج. زي برضو الكامبين دي لتوتال، فبتقول لك ان هو بيغسل او بيخلص او بيحل اي مشكله غسيل. حد قاعد بيشغل الخلاط، تمام، والخلاط باظ، برضو ده لحظه بتحصل مع اغلب الناس، وعامل لك كده نيجاتيف سبيس بشكل شخص. تفهم ايه من نيجاتيف سبيس ده؟ تفهم ان الشخص اللي كان هنا هدومه اتغرقت. وبرضو اعلان تاني ان في حد اللي هو اللي بيبقى راعي المواشي او البيطري او ايا كان اللي بيعالج المواشي، وبرضه عامله نيجاتيف سبيس على الارض بالحيطه، ان هو هدومه اتغرقت من الفضلات اللي طالعه من الفيل. فهو هنا في معاناه وفي حل، في مشكله وفي حل، وفي منتج ظاهر وفي سلوجان ظاهر. في النوع ده من الاعلانات هتلاقي دايما المنتج ظاهر كده في جنب، وفوقه الكابشن او جنبه او الكوبي موجود، عشان برضو يعزز الرساله. نيجي بقى للتكنيك اللي بعد كده، حاجه اسمها الديمونستريشن او البرهان البصري. بيقول لك دونت تيل مي، وريني، يعني ما تخبرنيش، ما تبقاش راجل بتاع كلام، وريني افعال. بيعمل او بيسبب 3 حاجات. اول حاجه بيبني ثقه كبيره جدا، لان دايما الناس بتشوف ان الاعلانات يقول لك يا عم ده كلام اعلانات، انما انا لما اوريك الحاجه قدام عينك فانا كده حطيت لك جزء تراست قوي جدا، فبلغ عندك الشك على طول. تاني حاجة بيوقفك، بيثير الدهشة عندك.
دايما الديمونستريشن الصايع زي ما احنا هنشوف دلوقتي بيجبرك ان انت تكمل الاعلان للاخر، بيبقى عايزك بتبقى عايز تعرف ايه اللي هيحصل في الاخر. اخر حاجه بيوفر وقت الاقناع. انا بدل ما اقعد اقول لك مميزات المنتج بتاعنا واشكر فيه واشكر في الكواليتي بتاعته، طب ما توريني الحاجه دي يا عم وهي شغاله، وريلي فعلا واثبت لي بالافعال. زي مثلا الاعلان ده فولفو عشان تثبت دقه ونعومه النظام الديناميكي في التريلات بتاعتها، ما عملتش بقى جرافيكس ولا قعدت تقول ارقام ولا احنا الدقه عندنا كذا وبتاع. كل اللي هم عملوه ان هم جابوا فان دام واقف على المرايتين بتوع التريلا، والتريلتين بيرجعوا لورا. لو تريلا واحده اتحركت ملي المفروض فان دام هيتاثر وهيقع، في حين ان هو الاعلان راجعين بنعومه جدا، راجعين الحركه ثموز، الممثل او البطل واقف مفيش اي تاثير خالص. فهو هنا عمل لك برهان بصري، وراك فعلا حاجه على ارض الواقع. شايف هو بيفتح حوض ازاي؟ طبعا لو هم اتحركوا في ثانيه هيتقلب او هيقع على الارض. وراك حاجه حقيقيه. زي الاعلان ده برضه، الاعلان ده بيتكلم عن لاصق شريط او لاصق لزق عادي. فهو هنا جاب الراجل وهو بيلزق المركب بالشريط بتاعه، وبعدين جابه لك وهو ماشي في البحر، ما تأثرش بالمية. قوة المية قوية جدا ان هي ممكن تسبب ان هو يتكسر، فما اتكسرش. فبص الاعلان جايب 34 مليون والاعلان ده جايب 127 مليون من 12 سنة ومن 9 سنين. ادالك ثقة قوية جدا وحاجة فاني، حاجة لذيذة، حاجة ان انت حابب ان انت تكمل ان انت تشوف الاعلان. هو ده بالظبط اللي قايم عليه مبدأ الديمونستريشن او البرهان البصري. دايما بنستخدم المجال ده في الحاجة اللي انت ينفع توريها لي. الادوات، الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، الحاجات اللي فيها تنظيف، الحاجات مثلا اللي فيها عربيات وأنظمة معقدة فممكن إن أنا أسهل إن هي توصل الرسالة. بعد كده عندي حاجة اسمها البيرسونيفيكيشن، ودي في فرق ما بينها وبين حاجة تانية اسمها أنا دايما بتلخبط في الكلمة دي، اسمها الأنثروبومورفيزم. ما علينا، المهم ان هم قدامك على الشاشه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ البيرسونيفيكيشن فكرتها ان انت بتحول الحاجات الغير عاقله لاشخاص بشريه. زي مثلا الصوره دي، الكامبين دي الماكدونالدز، فهي بتتكلم ان الفطار ماكدونالدز والقهوه بتاع ماكدونالدز اللي على الصبح والمورنينج دايما خليه عند ماكدونالدز. فهو جاب لك هنا ست راحه الشغل مش طايقه نفسها. الانسايت هنا ان الناس بتبقى صاحيه الشغل مش طايقه نفسها، فيقول لك محدش يقرب مني، محدش يقرب مني لحد ما فوق وافطر واشرب القهوه بتاعتي. فهو جاب لك حاجات فعلا ما ينفعش انت تقرب منها. الهيرو بتاعي هنا مش الهيومن، الهيرو بتاعي هنا الصبار مثلا. هو هنا خد الصبار وحوله لصفات بشريه، فاداله كاركتر ان هو يبقى انسان. ووضح ده فين؟ في السلوجان اللي هو بيقول لك leave your morning mood behind ماكدونالدز، خلي المود بتاعك ورا ماكدونالدز. وجاب لك الصواريخ اللي هو برضه انا رايح الشغل الصبح مش طايق نفسي يا جماعه، ما حدش يقرب مني، ما حدش يلمسني. الفقاعات الهواء، ما حدش يلمسني، ما حدش يقرب مني. فهو هنا ايه؟ جاب حاجات غير بشريه اداها صفات بشريه. انما الانثروبورموفيزم فكرتها ان انت تاخد حيوان او جماد وتخليه يتصرف كانه انسان بالظبط. زي مثلا الاعلان ده، هل الخروف مثلا ممكن يحضن الطبق كده؟ او هل الخنزير ده ممكن يحضن الطبق كده؟ مستحيل. دي حاجات كائنات او حيوانات اتصرفت كهيئة بشر ان هو يحضن الحاجة. والانسايت بتاعهم هنا ان السائل بتاع تنظيف الاطباق اللي هو سان لايت هنا بيلعب على مشكلة الدهون والزفارة. بيقولك ان الدهون في الطاسة او في الطبق اللي ناتجة عن الحيوانات اللي فيها دهون كتير دي زي الخروف او الخنزير او ايا كان بتبقى لازقه في الطبق. فهو اللي هيحل لك المشكله دي ايه؟ السائل بتاعنا. وبيقول لك سيبريتزم، يعني افصلهم عن بعض من خلال الغسول بتاعنا. الحاجه اللي بعد كده حاجه اسمها الفيجوال ستوري او السرد البصري. معناها ايه؟ معناها ان في سيناريو في الموضوع، في قصه في الموضوع. دايما الناس بتبقى مفتكره ان انت عشان تعمل قصة او ستوري فانت محتاج تعمل فيديو، في حين ان لا، انا ممكن اعمل ده في شكل فيجوال، بس هو طبعا بيحتاج مجهود كبير جدا ومحتاج كونسبت قوي جدا. زي مثلا التصميم اللي موجود او الكامبين دي هنا بيتكلم عن اليونيسيف، منظمة حماية الاطفال. وهو بيقول لك ان صمتك عن الجريمة، الناس جيرانك والناس اللي حواليك لو هي شايفه الطفل وهو بيتضرب وساكته فهي هنا بتشارك في الجريمه. فبص معايا كده، هو هنا الاب بيضرب بنته بالفازه، فجايب لك كل الناس اللي قبل كده بتشارك في الجريمه ازاي. بتشارك في الجريمه ان هي بتصنع الفازه. فجايب لك من هما لسه بيعملوا القالب، بعد كده بيدهنوها، يصمموا الهيكل بتاعها، الدكتور بيعمل الفينش لحد ما ايه، الام بتناول لباباها الفازه ومش مديه اي رياكشن
غضب ان هو الاب بعد كده بيضرب بنته، فقال لك ان سكوتك يشارك في الجريمه. هنا برضه الام اللي بتضرب بنتها بالجزمه، فهو هنا جايب لك ان الراجل بيشارك او براحل عمل الجزمه، بيقص مش عارف الجلود الاول، بعد كده بيبني الهيكل بتاع الجزمه، بيدهن الجزمه، بيقفل الراجل بتاع الدليفري بيلبسها للست عشان تضرب بنتها بالشلوت. فكل دي ناس ساكته عن الجريمه، كل دي ناس مشاركه عن الجريمه. ففي ايه، في ستوري، في سيناريو، انت عينك او دماغك رسمت سيناريو، ده الراجل بيعمل وهيسلم لده وده هيدي لده. كل الحاجات اللي انت قلتها دي ايه، فيجوال ستوري. دي برضه مستشفى معينة بتقول لك ان هم عندهم استجابة دايما سريعة وبيوصلوا بالسرعة للمريض العيان، فقال لك ان الكويك ريسبونس هي اللي بتعمل الفرق، الاستجابة السريعة هي اللي بتعمل الفرق. في سيناريو ايه، ان شخص كان واقف عايز يقرأ كتاب، الكتاب محطوط في مكان عالي فطلع على سلم، فهو بيطلع على السلم وقع، هل وقع؟ لا، الاستجابة السريعة جت، المستشفى وصلت بسرعة. وبدأ برضو يعبرك عنها في أماكن مختلفة. ففي سيناريو، في قصة، هتلاقي دايما النوع ده من الفيجوالز في موشن، في حركة، حد بيسلم حد حاجة، حد طالع وهيقع، الحركة دي هي اللي بتسبب ان يبقى في ايه، السرد البصري او الستوري. نيجي بعد كده لاخر حاجة وهي النيجاتيف ابروتش. والنيجاتيف ابروتش هنا معناها المدخل السلبي. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما قلنا ان سيكولوجية الانسان بتتحرك ومستعد ان هو يدفع فلوس عشان يتخلص من مشكلة اكتر ما هو يحس بقيمة. فانت مثلا لو بتعمل فيجوال عن التوصيل، مطعم مثلا بيوصل بسرعه او شركه شحن بتوصل بسرعه، التفكير الطبيعي ان انت هتجيب مثلا طيار دليفري ماشي على طريق وبيوصل، وهتتكلم عن اي حاجه في الشحن. المدخل السلبي بيقول لك ايه؟ المدخل السلبي بيقول لك فكر في الحاجه اللي عكس دي. ايه عكس ان الطيار او التوصيل يوصل بسرعه؟ ان الناس هتستنى، والناس تستنى ده معناه ايه؟ معناه انتظار. طب ما تيجي نبين معاناة الانتظار. وعشان تبين معاناة الانتظار، فانت في الحالة دي مثلا هتدخل على شاتر ستوك وهتكتب ويتنج كونسبت، تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي لها علاقة بالانتظار. عندي مثلا الساعة اللي على شكل حلزون دي، انا ممكن اجيب حد بيجري بسرعة وطالع مثلا من هنا ديليفري بطريقة معينة، وابني ايه، فيجوال كامل على ده. عندي السكيلتون، شايف الراجل اللي اتحول السكيلتون ده، تبدا تطلع بقى كي ووردز كلها تتعلق بالانتظار. فعندي مثلا سكيلتون، حد بقى موميا، حد اتحول لتمثال، او حد اتحول لمانيكان، او حد بقى عنده تجاعيد، عندي مثلا خيوط عنكبوت من كتر الانتظار. تبدا تفكر في كل الحاجات اللي ليها علاقه بالمساوئ او الحاجه اللي عكس الخدمه بتاعتك. اخر حاجه، البراندات دايما القوية جدا بتتبع في اعلاناتها مبدأ السهل الممتنع، بس انا مش بسميه سهل ممتنع، انا بسميه الصعب الممتنع، لان هو فعلا مش سهل. انت تشوف الحاجة بسيطة جدا تقول ايه يا عم هم صرفوا ايه يعني في التنفيذ، بس اللي ورا الفكرة بيبقى قوي جدا. تعال مثلا شوف معايا كامبين كوكاكولا اللي عملوها، بتتكلم عن الريسايكل، مكتوب هنا ريسايكل مي. هم كل اللي هم عملوه ان هم جابوا شكل الكان وهي متطبقة وشالوا الكان وحطوا اللوجو بس. لو انا سألتك دلوقتي تتوقع ده اتعمل ازاي، هتقول لي بشكل عشوائي، في حين ان الناس دي كل اللي هم عملوه عملوا دراسات حقيقية، ان هم بدأوا يجيبوا الكان يطبقوها فعلا بأكتر من شكل، تمام، وبدأوا ان هم يرسموا اللوجو بالبين تول بناء على شكل التطبيقة دي، وقام شايل لك الكان بتاعتها. بص الابداع، بص الفكرة والتنفيذ العبقري في توصيل الرسالة. هم اصلا لو عرضوا فكرة ان هم ازاي عملوا ده، ما عرضوش الفاينل اوت بوت، هو هيعمل تفاعل وهيعمل ضجة كبيرة جدا، لان دايما الصعوبة في التفكير. زي برضو الكامبين ده بنك اسمه التي دي بيتكلم عن ان انت تقدر تستثمر اسهم او تشتري اسهم في البراندات العالمية زي ستاربكس وكوكاكولا اديداس ماكدونالدز. لما جم يعملوا الكامبين وقال لك ان احنا هنستخدم اللوجوهات بتاعه البراندات، كان في مشكله حقوق ملكيه، ان انت مش هينفع تستخدم لوجو ماكدونالدز في الاعلان بتاعك. فكل اللي هم عملوه ان هم حطوا يفط قدام الاماكن دي وقطعوا شباك منها، وقال لك امتلك قطعه من هذا، اون ا بيس اوف ات، والفتحه دي واخده لك جزء من البراند اللي موجود وراها. فانت شايف المشكله كانت ايه؟ المشكله هنا ان هم مش قادرين يستخدموا البراندات او اللوجات بتاعه البراندات. طب طريقه التفكير ايه؟
طريقة تفكير عبقرية جدًا، حل زيرو مجهود، بس فكرة طرقعت وقتها الناس كلها اتكلمت عن الموضوع ده في البلد اللي هم فيها. هنا برضه هاينز، ودايمًا بقى أنا باشوف إن هاينز دول ملوك الصعب الممتنع، لمّا جُم عملوا دراسة لقوا إن أغلب السيرش عندهم كان في بلد معينة، أغلب السيرش هناك الناس بتسأل عن زاوية ميل الكاتشب عشان ينزل بشكل صح، لأن أنت دايمًا تشوف الناس وهي ماسكة إزازة الكاتشب عمّالة إيه، تدب على الإزازة عشان تنزّل، ففي زاوية معيّنة لو ميّلت الإزازة بيها الكاتشب ينزل بكل سهولة، فعشان يحلوا المشكلة دي كل اللي هو عمله لك طبع لك اللوجو مايل، الطبيعي إيه، إن أنت بتعمل اللوجو في نفس اتجاه الإزازة وهي واقفة، فهُم هنا طبعوا اللوجو مايل، بحيث إن أنت لمّا تميّل الإزازة ويبقى اللوجو في وضعه الصحيح المعدول، يبقى هي دي أنسب زاوية، اللي هي تقريبًا زاوية 30 درجة، فأنت برضه شايف الناس بتفكّر إزاي، كل اللي هو عمله لك إيه، أنا كده هاطبع اللوجو بتاعي على الإزاز، بس أنا بدل ما أقعد أعمل لك campaign كاملة وأفهّمك إزاي تعمل ده، ما أنا هاخلّيه لك بطريقة funny وأخلّيه لك بطريقة interactive وأخلّيك لمّا تمسك الإزازة أستفزك فتصوّرها فتنزّلها على السوشيال ميديا، فبقيت شايف الناس تمسكها في السوبر ماركت تعمل ضجّة، الناس مبسوطة من الفكرة وطريقة حل المشكلة، فشايف كلّها بتدّي لك إيه interaction إن فعلًا الحاجة دي نجحت. آخر حاجة في الحلقة، هو أنا إزاي أختار تكنيك معيّن من الحاجات اللي أنا قُلتها دي؟ أول حاجة أنا وضّحتها لك إن أنت ممكن تmix ما بين أكتر من تكنيك عادي جدًا مع بعض، إن أنت تفضل في نفس المستوى ده من الأفكار هيبقى صعب جدًا تستمر عليه لclient أو حاجة معيّنة. الحاجات اللي أنا قُلتها لك دي كلّها عاملة زي شنطة العِدّة، الصنايعي مثلًا لمّا بيدخل بيت يصلّح حاجة بيبقى معاه شنطة عِدّة فيها شاكوش، مفك، شنيور، ما فيش منهج يقول لك استخدم المنشار الأول بعد كده خُد البنسة بعد كده خُد المفك أو كذا، أنت بتدخل تشوف المشكلة إيه، المسمار اللي قدّامي ده محتاج مفك؟ لأ، محتاج أضرب عليه بشاكوش بطريقة معيّنة؟ لأ، محتاج أصلًا أعدله بإيدي؟ ما اعرفش، كل دي انا دخلت لقيت مشكلة هتحلها ازاي دي بتاعتك انت معاك شنطة عدة تقدر تفكر ما بينهم. التكنيكس دي زيها بالظبط، لو قلت لك منهج هتلتزم عليه يبقى انا ما علمتكش ازاي تفكر، انا اديتك حاجات قلت لك امشي على واحد اتنين تلاتة، وده غلط. ليه؟ لان انت لما تفهم البروسيس المايند سيت بتاعتك هي اللي هتبدأ تفكر، هي اللي هتبدأ توظف. انت ممكن دلوقتي بعد ما عرفت كل التكنيكس دول تدمج ما بين 3 4 تطلّع حاجة ما طلعتش قبل كده، فدايمًا تعرف القواعد وتبدأ توظّفها أنت بدماغك وتكسرها أنت زي ما أنت عايز. طب هل أنا مطلوب مني نفس الأفكار القوية اللي أنا شُفتها في الpresentation دي كلّها؟ برضه لأ، زي ما قُلت لك قبل كده إن أي شغل في منّه شغلين، شغل daily حاجات بتنزل بشكل مستمر للbrand، وده أنت مطلوب منّك تعمل حاجة تخدم الbrand وتخدم الidentity وتبقى حاجة شكلها كويس ومحققة الرسالة عادي جدًا. مستوى الأفكار القوي ده بنعمله في الشغل الseasonal، الشغل أنا باتكلم عن campaign معيّنة مثلًا عن رمضان، باتكلم campaign معيّنة عن حاجة توعوية مش عارف إيه، باتكلم عن حاجة منتج معيّن نازل، فابدأ إن أنا أفكّر له، ولكن الحاجات دي كلّها هتفرق في طريقة تفكيرك وفي الmindset بتاعتك، ولو قدرت يا عم إن أنت معاك كام client بتعمل له 10 بوستات، عملت ال10 بوستات قويين كده، أنت كده راجل fit، أنت كده راجل يعني ما فيش زيّك، هو ده أصلًا المطلوب، يعني يا ريت توصل لده. بس الأهم من كل ده، هل الحاجة اللي أنا باعملها دي بتخدم الbrand، ملتزمة بالهوية بتاعته، ملتزمة بشخصية الbrand، بتوصّل الرسالة والّا لأ؟ والأهم من كل ده إن أنت تبطّل تقلد وتبطّل تكرّر، وتساعد دماغك أو تشغّل دماغك إن أنت تفكّر في حل المشكلات، مش حل المشكلات الvisuals بس، حل أي مشكلة بتواجهك. فكرة التفكير وإن أنت تsearch هي دي اللي هتفرق معاك، هي دي اللي هتخلّيك توصل لحتّة كويسة جدًا. التنفيذ خلاص، التنفيذ بقى كل الناس عادي تعرف تنفّذ، أنا لو جِبت الصورة دي ادّيتها للAI هيطلّع لي أختها بالضبط ممكن أحسن منها، بس أنت قبل ما تشوف الصورة دي هل الفكرة دي هتخطر في دماغك والّا لأ؟ هو ده السؤال. ففي آخر الحلقة أتمنى تكون استفدت، وأتمنى فعلًا إن الحلقة دي تكون زي ما بتقول كده awareness للمجال وتفرق مع الناس، وإن الناس تبطّل تستسهل وتحاول تفكّر. ما تنساش تقول لي رأيك في الcomments لإن هيفرق معايا جدًا، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ولو أنت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك، نفسي أوصل ل100,000 مشترك، وأشوفك في فيديوهات جاية، سلام.